السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم احبايب قلبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله بقى النهارده قلنا نعمل شويه رز بلبن كده، اللي هو الوش اللي فيه قشطه كده ومكرمش كده وجميل. طبعا ان شاء الله هنعمله مع بعض، وهوريكم تكات تضيفوها وايه اللي تحطوه وايه اللي ما تحطوهوش. بس طبعا ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ان شاء الله، عشان ينزل لكم فيديوهات جديدة ان شاء الله. احنا الفيديوهات اللي فاتت بدأنا بالمعجنات، هنبتدي النهاردة ان شاء الله نخش على الحلويات بقى، بداية الحلويات بتاعتنا. عملنا الرز بلبن الجميل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين الوش مكرمش وجميل ازاي، احلى من بتاع بره بمراحل. هنعمل من كيلو ونص لبن، الكميه اللي انتوا شفتوها دي، هنعمل طواجن في الفرن وهنعمله بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بس بقى ما تنسوناش بلايك وتشجعوا، علشان اللايك بيشجع الفيديو ان يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدين. زي ما انتوا شايفين كده، عندي قد 3 كوبايات من الميه. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، هروح نازله عليهم بكوبايه ونص من الرز. هبتدي ان انا اقلبهم كويس واروح مغطياهم بقى لحد وهدي عليهم النار، علشان الرز بتاعنا يستوي كويس، لان لازم الرز يكون مستوي كويس عشان يطلع معانا رز بلبن جميل ما يبقاش ني. هبتدي ان انا اقلبهم كويس زي ما انتم شايفين كده. نبتدي بقى نوريكم المقادير. عندي 15 معلقه سكر، وعندي طبعا القشطه، وعندي فانيليا، وعندي 3 معالق من النشا كبار، وعندي كيلو ونص من اللبن. طبعا اللبن ما بنغليهوش، بيبقى زي اول ما تجيبيه كده وتروحي عاملاه بالشكل ده، كده كده هيغلي لما احنا نعمله. هحط السكر الاول واقلب كويس لحد ما السكر يدوب خالص، ما يبقاش فيه اي كلاكيع من السكر، لحد ما اتاكد انه داب. طبعا في حاجه هنا اقول لكم عليها، لو انتي حابه الفانيليا تبقى مركزه باينه ظاهره في الرز بلبن هتحطي السايله، لو انتي حباها البسيطه الجميله قوي حط السكر. فانا يستحسن ان انت تحطي اللي هي الاكياس البودر اللي هي بتاعت الفانيليا، احسن بكتير من الفانيليا السايله. فابتدي انا اقلب كويس كده زي ما انتم شايفين لحد ما خلاص كده السكر اتاكد انه داب. هبتدي بقى دلوقتي ان انا احط الفانيليا مع السكر مع القشطه، بس الاول لما اتاكد ان السكر داب كويس مع اللبن، علشان القشطه طبعا هتبقى عامله كتل وحاجات من دي، فاحنا مش عايزينها يبان عليها اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده خلاص هنزل بنقطتين فانيليا. انا بصراحه ماليش في الفانيليا دي، ما بحبهاش قوي مع الحلويات، يعني بحسها شديده قوي، فانا بحب البودر بصراحه. فابتدي ان انا انزل بالقشطه كده زي ما انتم شايفين. القشطه دي بقى على الدولس اللي انا عملته، لو تفتكروه كنت جايبه كيلو لبن، وطبعا غليته وسبته يعني يفك يعني يبرد قصدي. فطبعا خدت الطبقه بتاعت القشطه اللي انتوا شايفينها دي كده من كيلو لبن. طبعا بيرجع حسب المكان اللي انت بتجيبي منه لبن. اكمني اللبن اللي انا بجيبه يعني بجيبه من الناس بيبقوا عندهم اللي هي يعني عندهم الحاجات اللي يحلبوا منها، يعني اللي هي البقره والحاجات دي. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اقلب اللبن كويس مع القشطه، وابتدي ان انا اهرس كل التكتلات بتاعه القشطه كويس، علشان خاطر تطلع معانا زهره، هي دي اللي بتدي طبقه الكرمشه بتاعه الرز بلبن بتاعنا. شايفين بسم الله ما شاء الله، كانت بصراحه كميه قشطه كبيره جدا. ففكرت في يوم من الايام ان شاء الله نعمل مع بعض، نجيب لبن من الست دي ونعمل منها الزبدة، ونعمل منها بقى الجبنة الكريمي وجبنة قريش، ونعمل جبنة التلاجة تاني بإذن الله. زي ما انتم شايفين كده خلاص هبتدي ان اقلب كويس لحد ما اتاكد انه داب. طبعا احنا في نفس الوقت نكون متابعين على البوتاجاز الرز بتاعنا، نقلب فيه عشان ما يلزقش في القعر، يبقى اول باول كده يعني تطلوا عليه. خلاص كده نبتدي بقى ندوب النشا بتاعتنا في 3 معالق من الميه لحد ما يدوبوا كده. طبعا اللبن جاهز والنشا جاهزه، نتاكد ان الرز
استوى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده. طبعا انا بعمل الرز ده ليه طريقتين، طريقه انا عملتها في الفيديو اللي هي الرز بيبقى اقل من كده، والطريقه التانية اللي هي الرز بيبقى اكتر شويه يعني. والطريقه اللي تعجبك فضليها، اللي تعجبك مناسبه وشايفاها مناسبه ليكي اعمليها. هبتدي ان انا انزل باللبن على الرز بتاعنا، علشان خاطر طبعا اول ما تنزلي على اللبن على طول باللبن على الرز على طول قلبي على طول، علشان خاطر اي حاجه تبقى تحت يعني تتظبط وتبقى معايا كويسه، ما يشطش منك في القهر. لان الرز انتوا عارفين اللبن لو شاط بيعمل ريحه مش حلوه وطعم مش حلو خالص. فتبتدي انك تقلبي اول باول كده لحد ما يبتدي اللبن اول ما يغلي، اول ما اللبن يغلي على طول تحس ان هو دخل على غليان، هتروحي داخله نازله بالثلاث معالق من النشا اللي انت دوبتيهم عليهم على طول. هفضل اقلب طبعا عشان اتاكد ان مفيش حاجه نازله. هنزل بقى بالثلاث معالق من النشا اللي انا دوبتهم معاكم دلوقتي، وابتدي ان انا اقلب كويس عشان ما يبقاش جنب وجنب، وبنفس الوقت النشا ما تتكلكعش منك زي ما انتوا شايفين كده. طبعا تتأكدي ان الرز استوى، عشان لو الرز ما استواش هتبقى مشكلة. خلاص كده انا حطيت بقى في الطواجن الرز بلبن خلاص، وصبيته في السلطانيات والكاسين دولت بالشكل ده. وادي شكل الرز بلبن بتاعنا بعد ما طلعناه من الفرن، وادي بعد ما قدمناه وزيناه بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا هوريكم الطبقة المقرمشة بتاعتنا اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو. شايفين بقى الجمال والحلاوه. طبعا الطاجن اتبهدل من بره، ما قدرتش ان انا انضفه، كان سخن جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا طعمه حكايه. متنسوناش بقى بلايك حلو كده. شايفين الجمال والحلاوه. بالكميه دي كلها عملنا بالكيلو ونص لبن، عملنا الكميه دي كلها. طبعا انتوا عارفين الرز بلبن غالي. فرحي اولادك في البيت، وانتي عارفه ان احنا في ايام امتحانات والاولاد بيبقوا محتاجين تشجيع مننا. شايفين الطواجن جميله ازاي، شكلها يفتح النفس، بتتكلم عن نفسها. وادي الطبقه اللي هي المكشكشه اللي من فوق زي ما انتوا شايفين كده. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم بقى. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس زي ما انتوا شايفين الجمال بقى والحلاوه. يا رب يكون الوصفه عجبتكم بقى. تعالوا نشوف الطاجن شكله من جوه عامل ازاي. طبعا بيتكلم عن نفسه. شايفين الجمال والحلاوه. يا رب الوصفه تكون عجبتكم بقى. ما تبخلوش علينا باللايك. مع السلامه.